السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقياكم من جديد على قناة عالم أذواق. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال، في صحيحة جيدة إن شاء الله. فيديو جديد ووصفة جديدة كما العادة إن شاء الله. اليوم غادي نقترح عليكم من عجينة واحدة غادي تخرجوا بزاف ديال الأشكال. عجينة ديال المسمن اللي تخرجوا بها مورقات غزالة بحال عجينة الورقة تماما، والقرمشه اللي غادي تحصلوا عليها في هذه العجينه هذه بحال القرمشه ديال ورقه البسطيله او ورقه البريوات صراحه. واحد القرمشه غزاله والنتيجه يعني رائعه. يمكن لكم تبدعوا وتفننوا في الشكيلات وكذلك في الحشوه. المهم العجينه غزاله كتخرجي منها مورقات على شكل سيجارات او شكل كرواسون او شكل محنشات او رغيفات. تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر، ما تمشيوش بعيد. بسم الله على بركة الله. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو لوصفة اليوم. عندي 500 غرام من الدقيق اللين اي الفورس، وكذلك واحد زليفة من الدقيق الصلب اي الفينو، وغنضيف ملعقة كبيرة ديال السكر سنيدة، وكذلك غادي نضيف واحد الملعقة ديال الملح، ملعقة صغيرة، وغادي نضيف ملعقة ديال بيكين باودر بوزن 4 غرام. غادي نخلط هاد النواشف، وغادي نضيف واحد الملعقه صغيره ديال الخل اللي كتعطي القرمشه للعجين، وكذلك غادي نضيف ملعقه من الياغورت الطبيعي. هذا اختياري، يمكن لكم تضيفوه، اللي ما عندوش يعني يمكن ليه يستغنى عليه. وكذلك غادي نضيف 2 ملاعق من زيت نباتيه، وغادي نعجن العجين ديالي عادي بالماء دافئ، ما يكونش دافئ بزاف، يعني دافئ غير شويه. وغادي نعجن العجين ديالي عادي حتى تماسك مزيان. انا كنعجن فيها وكندلكها او ميم طون. وصافي، هذا هو القوام ديال العجين، هذا هو الملمس ديالها. غادي نضيف واحد قطرات ديال الزيت ندهنها من الفوق بحال هكذا صافي، وغادي نخليها ترتاح بما وجدت الحشوه. وطبعا الحشوه اختياريه. هنا طحنت صدر ديال الدجاج، وكذلك فرمت البصله بشكل ناعم، وضفت عليها قزبر ومعدنوس. هنا ضفت العطريه ديال الدجاج، وضفت نصف ملعقه من الكركم اي خرقوم بلدي، وكذلك نصف ملعقه من بودره الثوم، وكذلك نصف ملعقه من الابزار، وملعقه صغيره ديال الملح تيبقى على حسب الذوق وعلى حسب الكميه اللي حطيته ديال الحشوه. هنا غنضيف شويه ديال الزيت النباتيه، وندي المقله ديالي طيب. بعد ما كطيب غادي نضيف ليها 3 القطع ديال الجبن. هنا تحذف ليا المقطع، اي جبن عندكم تضيفوه. هنا انا ضفت الجبن ديال الساندويتشات، وكنت موجده الشعريه الصينيه ضفتها عليها وخلط الخليط. وهنا ضفت واحد الملعقه ديال الهريسه، يعني الحرور على حسب الذوق، اللي بغاه يضيفو اللي ما بغاش ما يضيفوش، ولكن تيبقى زوين بزاف. غادي نشوف العجين ديالي بعد ما ارتاحت. هاد العجينه كل ما ارتاحت كتعطي الطوع زوين صراحه، كتجي غزاله. شوفوا الطوع ديالها كيف دايره، وشوفوا الملمس، يعني كتجبد وما كتقطعش. صافي غادي ندلكها واحد الدليكه خفيفه. شوفوا الفقاعات اللي فيها، صراحه عجين ناجح زوينه بزاف. وغادي نكورها او نقطعها كويرات صغيره على الحجم اللي بغيتو اللي كيناسبكم. وهنا بعد ما شكلت الكويرات ديالي وعاودت يعني ربعت العجين على شكل مربعات بحال المسمن تماما، غادي نسرحها وغادي نبدع في الاشكال. يعني هنا وضعت الحشوه وجبت القطعه ديال البيتزا، عملت هاد الاشرطه بهذا الشكل باش نعمل هنا واحد السيجار. دائما كنجمعوا الجوانب بهذا الشكل باش ما تخرجش لنا الحشوه. صافي كنبقاو نروليو بهذا الشكل صافي حتى كنحصل على سيجار بهذا الشكل هكذا. وغادي نعاود معكم العمليه مره اخرى. كنسرح العجين
الى مربع. من بعد كنوضع الحشوه صافي، وكنجيب القطاعه اللي كنعمل الاشرطه بهذا الشكل صافي، وغادي نرولي. بعد ما غنجمع الاطراف نرولي السيجار ديالي بهذا الشكل صافي، وكنحصل على سيجارات بهذا الشكل هذا. هنا غادي نستعمل شكل اخر. بعد ما سرحت العجين كنعاود نطويها لهذا الشكل هكذا باش نخرج على شكل كرواسون، مورقات على شكل كرواسون صافي. كنوضع الحشوه في الوسط وكنلوي بشكل عادي على شكل كرواسون. وهذا هو الشكل النهائي ديالها صافي. هنا كنسرح العجين غير شويه هنا باش نستعملو على شكل رغيف. نجمع هاد الاطراف بهذا الشكل، شكل متقابل. كنجيب هنا واحد الزيتون مقطع بهذا الشكل كنضغط عليه صافي، وهذا شكل الرغيفات كنخليه بهذا الشكل. نعاود معكم رغيفه اخرى. كنوضع الحشوه في الوسط وكنجمع الاطراف، دائما الاطراف يكونوا متقابلين، وكنضغط عليهم بالزيتون بهذا الشكل صافي. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. وصافي غادي نبقى مستمره، يعني غادي نشكل العجين ديالي الى اشكال اللي بغيت. كنشكلها بشكيلات زوينين اللي كتروق في المنظر الصراحه. وهذا هو الشكل النهائي ديال المورقات ديالنا بعد ما طيبتهم خرجتهم من الفران. دهنتهم باصفر البيض كيوجدوا على هذا الشكل هكذا. يمكن لكم تخليهم بلا ما تدهنوهم، يمكن لكم تدهنوهم باصفر البيض على حساب الرغبه. المهم كيجيو رائعين، محمرين، مقرمشين، غزالين. والتزيين كيبقى اختياري. انا زينتهم بهذا الشكل هذا ولكم الاختيار في التزيين. صراحه راه كيجيو روعه، كنتمنىكم تجربوهم. كيجيو غزالين بزاف، يعني من عجينه واحده كنخرجوا بزاف ديال الاشكال اللي غادي تزينوا بها مائده الافطار ديالكم. الصراحه راه حتى المنظر كيعطي المائده او كيفتح الشهيه بواحد الشكل كبير. صراحه راه كيجيو ولذاذين من حيث البنه، من حيث المذاق غزالين بزاف. والحشوه اللي استعملت صراحه بنينه بزاف، كنتمنىكم تجربوها. ويمكن لكم تغيروا من الحشوات باش هكذا تحصلوا على مذاقات مختلفه. يعني ما يمكنش تقيدوا بالوصفه كما هي اللي عطيتكم الحشوه، يمكن لكم تغيروها وتبدعوا فيها كيما بغيتوا كيف ما حبيتوا. المهم انا استعملت حشوه وحده غير باش نستعمل معكم، يعني شوفوا، يعني باش نوريكم كيفاش تخرجوا من عجينه وحده بزاف ديال الاشكال. هذا هو الهدف من هذا الفيديو، وكنتمنى فيديو اليوم يعجبكم. وإلا عجبكم لا فيديو ما تنسونيش بلي لايك وبالتعليق وكذلك بالبارطاج باش هكذا الكل يستافد. ودابا مبقى ليا غير نقول لكم بسلامه، الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله. انتظروني دائما في الجديد ديالي. دمتم في رعايه الله.